وقبل ما نبدأ فيلمنا تعالوا مع بعضنا نصلي على النبي، وكمان اللايك يا جماعة ما تنسوش اللايك، وعلشان وجودكم معايا بيفرق كتير يا ريت تكونوا مشتركين عندي في القناة ومفعلين الجرس علشان اي ملخص جديد ينزل يوصل لكم الاشعار على طول. وجايبه لكم النهارده فيلم بقى مزيج من الاكشن والاثارة، حاجة كده بقى فاخر من الاخر، بس علشان تستمتع معايا بالملخص الجميل ده فانتوا لازم تكملوا معايا للنهاية. وقبل ما ابدأ فيلمنا احب اقول لكم وحشتوني كتير وبس كده. وفيلمنا بيبدأ مع روبي وهي في المستشفى، والممرضة هنا كانت بتعرض لها الصور، وروبي هنا بتتعرف عليها كلها وبتقول هنا كل حاجة حصلت في الصور، وبتيجي على صورة اخت جوزها سانجي وبتكون مترددة قوي بذكر اسمها، بس بعد كده بتفتكرها وبتقول على اسمها اللي هي اسمها اوبال. وبيكون سانجي واقف مع اخته وبيقول لها عرفت الكل ما عدا انتي، فقالت له اوبال انا على فكرة مش متفاجئة خالص، ما انا عمته الحرباية. والممرضة بتجيب صورة هنا ولد صغير بيكون اسمه بوباي، فبتنهار هنا وبتطلب ان هما يمسحوا الصورة، وبتصرخ ساعتها باسمه هو اللي هو بوباي. وبيجي سانجي هنا وبيهديها، وبعد ما هديت خالص بيجهزوا روبي هنا علشان هتخرج، والممرضة بتسأل سانجي هيسافروا امتى امريكا، فبيقول لها سانجي هنا لما ابو روبي يجي. والممرضة وهم خارجين هنا من المستشفى قالت لهم ان صحتها هتتحسن لما تسافر هنا بره، والفترة دي روبي هتحلم بكوابيس وهتفضل قلقانة. وبتقول لها الممرضة ما تخافش طول ما هي بتاخد الادوية بتاعتها، ومع الوقت هترجع هنا ذكرياتها تاني. وهم خارجين بتقول لهم الممرضة ان لو في اي مشكلة حصلت اتواصلوا معاها على طول. وفي نفس الوقت ده بيكون في حد واقف بره وكان بيراقبهم وكمان بيصورهم. وبتوصل روبي البيت وبتسأل كومار حارس البيت هنا عن صحته، وكومار بيبقى فرحان قوي ان هي فاكراه. وبتطلع روبي هنا لأوضتها، وقبال بتكون واقفة مع ابوها وامها وبيسألها ابوها عن صحة روبي، والدكتورة هنا قالت ايه عن حالتها بالظبط، فقالت لهم ان الدكتورة ليلي المسؤولة عن الحالة بتاعتها مش مبسوطة خالص بخروجها لانها هتتعرض لكوابيس، وكان الافضل ليها ان هي تكون في المستشفى، والافضل اكتر ان هي تسافر بره علشان صحتها تتحسن، او ان هي تبعد عن اي حاجه تفكرها بالماضي. وروبي وسانجي هنا وهم طالعين قالت له روبي انا حاسه اني كنت هنا وانا طفله صغيره، فسانجي ساعتها قال لها لو حد سمعنا ان انت وانت طفله كنت في بيت جوزك هروح ساعتها في داهيه ويقبضوا عليا كمان. فبتضحك روبي ساعتها، وبيوصلوا هنا للدور التاني وبتبقى عايزه تدخل الاوضه بس جوزها هنا بيمنعها وبيطلب ان هم يمشوا. وبتكون روبي هنا داخله الاوضه بتاعتها وما كانتش فاكره فيها اي حاجه، وبتقعد تعيط هنا، فبيهديها ساعتها سانجي وبيقول لها النهارده يوم فرح لانك رجعتي البيت. فبتقول لروبي ان هي مفتقداه قوي وكمان محتاجاه ان هو يبقى جنبها على طول، وبتطلب ان هي تدخل اوضه ابنها، وبتدخل اوضه هنا بوباي وبتفتكره وهو قاعد بيلعب. وبتحلم روبي هنا وشافت ذكرى يوم الحادثه لما كانت روبي بتسوق العربيه بسرعه جنونيه وهم رايحين هنا لزوجها وابنها بوباي، وبيكون خايف قوي من سرعتها وبيطلب منها ان هي تخفف السرعه شويه لكن هي بترفض. وساعتها بينفجر هنا كاوتش العربيه وبتتقلب، وبتصحى روبي من الحلم وعماله تعيط، فبيهديها ساعتها سانجي وبيجي كل البيت هنا على صوتها وهي بتقول ان هي قتلت بوباي وان ابنها كان بيقول لها ان هو خايف، بس هي مرضتش تهدي السرعه وكانت عماله تعيط وبتقول ان هي اللي قتلت ابنها. فبيهديها سانجي وبيعرفها ان هي حادثه وان ده قدره مكتوب، وبيخليها ساعتها تنام. وبيتكلم سانجي مع اخته اوبال وهو بيقول لها عارف انك مش مبسوطه بوجودها، فبتقول له اوبال ان الافضل انها كانت تفضل في المستشفى علشان احنا مش دكاتره عشان نقدر نتعامل مع حالتها كويس، بس انت حر. وبتمشي ساعتها وبيرجع سانجي هنا الاوضه وبيهدي ساعتها روبي وبينام جنبها علشان تطمن. وتاني يوم بتفحصها الدكتوره ليلي وقالت لها ان هي لازم تبقى قويه علشان تقدر هنا تواجه ذكرياتها، وقالت لها كمان انا اغير لك الادويه دي علشان انت دلوقتي مش محتاجاها. فبتشكرها روبي هنا وبتقول لها ان هي في الاحلام مش بتقدر تشوف شكل ابنها كويس وده بيعذبها قوي. فبتقول لها الدكتوره هنا ابوك اتصل وانت نايمه وقال هيرن الساعه 11. فبتشوف روبي هنا الساعه ولقيتها فاضل هنا 5 دقايق، فقالت لها الدكتوره لو افتكرت مكان الموبايل هتلحق تكلمه. وبتمشي. وبيقول سانجي هنا للدكتوره ليلي ان هي كانت خايفه قوي لو ينفع يعني نزود لها جرعه الادويه، لكن الدكتوره بترفض وبتقول له علشان صحتها ما ينفعش نزود الادويه. وروبي بتكلم ابوها بيسالها عن حالها وبتعرف ان هو هيجي بعد ايام، وبتقول روبي ان هي فاكره لسه ذكريات لما كان بياخدها هنا بالعجله للمدرسه بتاعتها وان هي مفتقداه قوي. وبيتكلم ابوها هنا مع سانجي وبيطمن على بنته منه وبيقفل معاه. وفي موقف هنا التاكسي بيجي واحد اسمه راج وبيطلب من سواق التاكسي وبيكون اسمه جانا ان هو ياخده الفندق هنا رخيص، فبياخده بيسال راج هنا صاحب الفندق من على البيوت هنا يشتريها او منزل حتى يكون مسكون. بتستغرب هنا صاحب الفندق وبيدله على مكان ومنهم بيت روبي. وروبي وهي بتاخد دش هنا بتسال سانجي اذا كانوا هم اغنياء ولا لا لانه صرف كتير قوي على جراحه التجميل. وبتلاقي خيط الولاده هنا وبتفتكر
فبتفتكر هنا ذكرى غريبة قوي وهي بتولد، وبتسأل سانجي هنا اذا كان هو خدها الدجال ولا لا وهي بتولد. فبيقلق سانجي ساعتها وبتفتح روبي هنا وقالت له ان في ذكريات غريبة قوي بتجيلها، وبتلاقي ساعتها ملف صور معاه وكان سانجي هنا هيرميه، لكن هي بتطلب منه ان هو يسيبه وما يشيلوش هنا حاجة خالص تخص ابنها من الأوضة. فبيوافق هنا سانجي على طلبها، وهم نايمين بيبصها هنا سانجي وبيهزر معاه، فبتقول له ان هي حاسة ان انت ما كنتش كده بالرومانسية دي. وبتلبس روبي هنا وبتقف في شباك اوضتها، وبتلاقي راج هنا واقف وصورها بموبايله. فبيجي اهل البيت هنا وبيتخانقوا معاه، وجي سانجي هنا وسأله اقتحم البيت ليه وبيصور ايه بالظبط، وبيكسر له هنا موبايله ورموه ساعتها في الشارع. وبتطلع حما روبي بتاخدها هنا تبعد خالص عن الشباك، وبيدخل راج هنا تاكسي السواق بتاع جانا، واتصل على حد وقال له ان الهدف دلوقتي في البيت. فقال له المتصل ان هو عارف هيعمل ايه بعد كده. وبتكون عيلة روبي كلها متجمعين هنا على العشاء، وبتعزف لهم قبال هنا، وكان في حد برضه مراقبهم. وبعد ما بتخلص قبال العزف بتطلب روبي ان هي تطلع، وبيروح وراه سانجي وبيديها الدواء، وبتكون مش عايزه تاخده خالص لانها لما بتاخده ساعتها ما بتفتكرش اي حاجه. فقال لها سانجي ان هو افضل من الكوابيس. وقعد سانجي هنا مع امه وابوه وبيفكروا ان مكالمتها مع ابوها عدت ال4 دقايق، والراجل الغريب ده ظهر ازاي في البيت، وطبعا كان يقصد راج، وبيكونوا مش عارفين يعملوا ايه. فبيقول لهم ابو سانجي انهم يتفرجوا هنا ويراقبوا الوضع بس ويكونوا حذرين. وتاني يوم بتروحوا قبال مع روبي المول علشان يشتروا هديه هنا لابو روبي لما يرجع من السفر. وبتحكي لها روبي ان ابوها كان بياخد هنا كروت للفقراء وبيساعدهم، واتطرد من شغله علشان بيساعد الفقراء، وسافر كمان واشتغل في بنك. وامها ماتت. دي كلها ذكريات عن اهله، وروبي بتبقى واقفه لوحدها. وبيجي راج هنا وبيقول لها كلهم كدابين، ما تصدقيش اي حد من الناس اللي انت عايشه معاهم. وبيطلع بعد كده يجري، ولما بتشوفه قبال هنا بتجري وراه بس مش بتلحقه. وبتروح روبي هنا مع قبال علشان يحاسبوا هنا عند الكاشير. فالموظف هنا بيقول لهم ان في خصم، بس حضرتك تمضي على الورقه دي. وبتمضي روبي هنا اسم غير اسمها، وهو اسم بيري محي الدين كمال. وبتسال قبال وبتقول لها مين بيري دي. فخدتها قبال هنا وقعدوا في المطعم، وقالت لها الدكتوره قالت هيحصل لك حاجات غريبه. وبتستغرب ازاي تنسى اسمها وتوقع كده وكده هتتجنن، وان هي كده عندها انفصام في الشخصيه. وبتطمنها هنا قبال وان الدكتوره قالت ان ده عادي خالص وممكن يحصل. وبتقوم قبال علشان تجيب قهوه. وبيجي راج بعد ما بتمشي قبال وبيحط جنب روبي هنا ورقه، بس روبي هنا ما بتاخدش بالها. وبتيجي قبال هنا وبتقرا الورقه وبتجري وراه ساعتها. وبتقرا روبي هنا الورقه ومكتوب فيها ان ما تصدقش حد من النوم وابنها لسه عايش. فبتفتكر روبي هنا يوم الحادثه وبيغمى عليها ساعتها. فبترجع لها ساعتها قبال. وفي البيت بيتصل سانجي هنا بالشرطه علشان شاكين في راج ان هو بيراقبهم وعايزينهم يقبضوا عليه. فالظابط المحقق هنا قال ممكن يكون الولد لسه عايش وبيرجع زي ما بيحصل في الافلام. فسانجي هنا قال ده مستحيل، انا دفنته بايدي. فبيحط الظابط هنا 2 حرس من الشرطه يحرسوا البيت علشان راج. وبتكون روبي هنا مع سانجي في اوضتهم وبتترجى وابنها لسه عايش ومخبي الحقيقه عنها علشان امه مجنونه يعني. فبيقول لها ان هو دفن جثته. وبيطلب سانجي ان هي تاخد الادويه. فبترفض ساعتها روبي لان الدواء ده بيوقف هنا حواسها ومش بتقدر تفكر هنا كويس. فبيقنعها سانجي ان هي لازم تاخد الدواء علشان ما يحصلهاش تعب وما يقدروش بعد كده يلحقوها. وبتاخد فعلا الدواء. وبيروح الضابط المحقق ده للفندق علشان يحقق مع مديره، وعرف منه ان راج دايما مع السواق جانا، وجابوا رقم السواق بس بتبقى الارقام هنا مغلقه وما قدروش ساعتها يوصلوا له. وروبي بعد ما بتتعشى هنا بتيجي تدخل الاوضه بتاعه ابنها بوباي، وبيمنعها ساعتها سانجي وبيقول لها انت لازم ترتاحي. وبياخدها وبيديها الدواء وبتاخده هنا ساعتها. ولما بيمسي سانجي بتقوم ترمي الحبايه دي في الحمام، بس الحبايه ساعتها مش بتنزل وروبي مش بتاخد بالها. وفي البيت بيكون في حرس هنا علشان يحمي البيت من راج. وبتروح روبي هنا اوضه ابنها علشان عايز تفتكر ذكرياتها. وبتطلع قبال هنا تطمن على روبي لكن هي مش بتلاقيها. وبتروح بعد كده على اوضه بوباي. فبتستخبى روبي هنا وبتخرج قبال هنا وبتعرفهم ان روبي مفقوده. وروبي بعد كده بترجع على اوضتها وبتلاقي ورقه هنا. فبتنهار ساعتها وبتفضل تصرخ وبتنادي على سانجي. ولما بيجي سانجي وبيقرا الرساله بيلاقي اللي مكتوب فيها ان ابنهم لسه عايش وما يخافوش علشان راج عايز يساعدهم. وبتتصل روبي على ابوها وبتقول له ازاي اسم ابنها مش بوباي، وبتوقع هنا اسمها غلط بيري كمال الدين. وبتسال ابوها ليه الكل بيكذب عليها. فابوها ساعتها زعق لها وقال لها ان هي اكتر واحده عارفه حصل ايه لابنها في اليوم ده، وحكى لها ساعتها الحادثه وان ابنها مات وهي اللي طلعت من الحادثه. وقال لها ان هو هيرجع بعد يومين وما تعملش هنا حاجه غبيه تندم عليها العمر كله. فمساعد ابو روبي هنا بيقفل السكه وقال له انت خلصت المهمه. وبيقول ابو روبي هنا للمساعد ان في حد بيقول لها ان ده مش اسم ابوها وانهم معاهم وقت قليل قبل ما تكتشف الحقيقه.
الحقيقه. وروبي قاعده هنا مع عيلتها ومصممه على ان ابنها لسه عايش، وبتطلب منهم تروح المكان اللي راج هنا قال لها عليه، وبيوافقوا وبياخدوها بكره هنا، بس بشرط تاخد الادويه بتاعتها في الوقت المحدد، لان سانجي اكتشف ان هي ما خدتش الحبايه. فبيعترض حماها هنا لان لو ما خدتش الحبوب دي هيحصل لها بعد كده هلوسه. فروبي بتقول له هي الرساله دي هلوسه؟ الرساله حقيقيه. وفي الاسم بيكون العسكري هنا بيكلم الضابط المحقق وعرفه ان مفيش اخبار عن حصول حادثه ولا ابنك حتى باسم ابو روبي، ولا اتبلغ في الاسم ان الرادار سجل حادثه على الطريق. وبتروح روبي هنا مع قبال المكان اللي راج قال لهم عليه، وبتقف روبي هنا في المكان، وبيجي راجل هنا وبيديها ورقه ان هي تروح هنا مدرسه وهتلاقي ابنها. وبتشوف روبي هنا ابنها بوباي وبتنادي عليه، وبتجري هنا علشان تعدي الطريق بتخبطها عربيه. وبيجي سانجي لانه متفق هنا معاهم ان هو هيراقب المكان علشان لو راج هنا هيعمل لهم حاجه. وبياخدوا ساعتها روبي هنا للبيت، وبتحلم روبي هنا وبيتغير شكل ابنها في الحلم وقت الحادثه. وبتفوق روبي هنا وبتقول لهم ان ابنها بوباي لسه عايش، وبتقول لها دكتوره ليلي ان هي نجت من خبطه العربيه باعجوبه وان دي هلوسه. وبتشرح لها الدكتوره ليلي ان عقلها بيتغذى بمعلومات غلط وهتغير الادويه بتاعتها. فبتتعصب ساعتها روبي وبتقول لهم انا شفته بعيني وابني لسه عايش وانا هروح بكره المدرسه وهاخده. فالدكتوره بتقول لها لا انت مش هتروحي في اي حته. وبتبقى الدكتوره ليلي هنا عايزه تديها حقنه علشان تنيمها. وبتتعصب ساعتها روبي هنا وبتوقع الدكتوره وبتضربها باحترافيه كانها في قتال. وبتستغرب روبي هنا من اللي هي عملته وبيهديها سانجي. وبتروح الشرطه هنا وبتلاقي راج في قهوه، وبيسالوا الضابط المحقق ليه بيطارد روبي. فبيحكي له راج هنا قصه عبيطه قوي. فبيتعصب الضابط ساعتها وبياخده على البوك. وفي البيت بتسال روبي سانجي على الدكتوره ليلي لان روبي خلتها تنام بالحركه اللي عملتها وافقدتها الوعي. فقال لها سانجي ان الدكتوره فاقت وعايزه تاخدها معاها المستشفى. فبترفض روبي هنا وبتقول لسانجي ان هي هتاخد الادويه في ميعادها بس مش هتروح المستشفى. فبيوافق ساعتها سانجي بعد ما بيعتذروا هنا للدكتوره ويروحوا المدرسه علشان يشوفوا ابنهم. وبتسال روبي سانجي ازاي قدرت تضرب الدكتوره بالاحترافيه دي. فقال لها سانجي ان هي خدت هنا دورات دفاع عن النفس وهي طالبه. وفي نص الطريق بيجي ضابط الشرطه هنا وبيرمي راج وقال له لو شفتك بتضايقهم تاني او بتراقب روبي هسجنك. وبيمشي. فبيتصل راج هنا على السواق جانا. فقال له السواق جانا ما تتصلش عليا تاني لان الشرطه بتدور عليك فاكيد انت عامل مصيبه. فراج قال له هنا يعني مش هتوصلني اخر مواصله بس للمطار وهدفع لك 10000 روبيه. فالفلوس ساعتها زغللت عين جانا وهو وافق ان هو يروح يوصل راج. وفي البيت بتشرح الدكتوره ليلي حاله روبي ان هي مش قادره هنا تفرق بين ذكرياتها والواقع والخيال، والحاله الوحيده اللي تقدر ترجع فيها كل الذكريات لما تموت، لان في اخر لحظات حياتها هنا بتتعرض حياتها قدام عينيها كانه شريط ذكريات، وفي اخر ذكرى بتفتكرها بتكون ماتت. فردت روبي هنا ان كده مستحيل تفتكر ذكرياتها، وبتقول لها الدكتوره ان هم زرعوا لها هنا احداث في عقلها علشان تقدر تفتكر بس ذكرياتها. وبتوضح لها الدكتوره ان مخها دلوقتي متضر من الاحاديث اللي حصلت، مش فاقده الذاكره والذكريات هترجع مع الوقت. وبتاخدها قباله وبيتمشوا هنا في الجنينه، وبيجي حارس البيت كومار وهو بيضحك وبيقول لها ان هي وقعت هنا بالعجله بتاعتها زمان وهي بتلعب. وبيمشي. وبتستغرب روبي ساعتها وبتسال قبال هي ازاي ما عاشتش طفولتها هنا وازاي بيقول الحارس ان هي وقعت هنا بالعجله زمان. فقالت لها قبال ان هي لما جت البيت هنا حكت للحارس هنا كومار عن حياتها هو علشان راجل كبير اتلخبط. وبتمشي الدكتوره ليلي هنا وبتيجي الشرطه، وبيسال الضابط روبي ان كانت معاها صوره لابوها لانه مش لاقيين هنا البنك اللي شغال فيه ولا حتى اسم ابوها، وممكن يكون شغال في البنوك اللي فيها فساد. فبتمشي روبي هنا. فبيجي حارس البيت هنا كومار وبيدافع عن ابو روبي لانه كان بيساعد الفقراء. فضابط الشرطه هنا قال لهم ممكن يكون ابنكم لسه عايش لان مفيش اخبار عن النت عن الحادثه. فقال له ابو سانجي دور عليه وهيبقى ليك مكافاه كبيره قوي لو قدرت تلاقي الولد. وفي الاوضه بيدي سانجي هنا روبي الادويه وهي بتجرب امتداد، ومستغربه ازاي حارس البيت قال لها ان هي كانت بتلعب هنا زمان. وروبي هنا شاكه في نفسها يكون عندها انفصام في الشخصيه، وبتطلب من سانجي ان هي تشوف اوضه نوم هنا ابنها اخر مره، وبتشوفها ساعتها وبتحلم ان هي بتلعب مع ابوها في المطر في نفس البيت ده وان الشجره ولعت بسبب البرق. فبتصحى روبي هنا وبتشوف مكان الشجره، وبتسال حارس البيت ايه اللي حرق الشجره. فقال لها حارس البيت هنا ان البرق ضربها لما كانت واقفه هنا. وبتجري روبي هنا وبتصحي سانجي وبتقول له ان هي هتتجنن لان كل ذكرياتها داخله في بعضها ومش عايزه تروح المدرسه. فبيهديها ان كل الذكريات دي يعني ان هي بتخاف وهي لازم تروح المدرسه وتواجه الواقع. وبيروحوا لمديره المدرسه وبيوروها هنا صوره بوباي اذا كان في المدرسه ولا لا. وبتقول لهم المديره لا هو مش في المدرسه دي، وكان سانجي هنا متفق مع المديره تقول كده. وبتنزل وبتقع هنا صوره ابنها بوباي، وفي ولية امر مع بنتها هنا اخدت صوره بوباي وتعرفت عليه ونادت
ساعتها على روبي وقالت لها وقعت صورة ساتياك ليه؟ انتوا عايزينه؟ اكيد عايزينه عشان يمثل، ينفع تاخدوا بنتي معاكم؟ فبتستغرب روبي هنا وبتقول لها اللي في الصورة ده اسمه ساتياك. فاكدت لها هنا ولية الامر ان هي تاخدهم هنا لبيته، وبياخد هنا سانجي ولية الامر وبنتها معاهم العربية علشان روبي هنا كانت مصممة ان هي تشوف هنا بيت ساتياك وبتتاكد، وبيوصلوا بس البيت بيكون مقفول وفي راجل عجوز هنا معدي، فقال لهم ان ساتياك مشي امبارح من البيت وكان مستعجل قوي علشان عنده تصوير. وبتسال روبي الراجل العجوز اذا كان دي فعلا صورة ساتياك، فبيأكد لها الراجل ان هو، وقال لها اسالي الراجل اللي معاكي ده كان بياخد ساتياك. فسانجي ساعتها بيطلع فلوس هنا وبيقول للراجل انت اكيد ناسي، بس بيرفض الراجل العجوز ان هو ياخد الفلوس، وبيقول له لا انت جيت اخدت ساتياك علشان يمثل، انا شفتك. وبيوقع هنا سانجي محفظته وبتلاقي صورة بوباي هنا القديمة، وبتشك روبي ساعتها فيه وبتهرب وبتجري وراه هنا قبال وسانجي بالعربية دي. وبعد مطاردة بتخبط روبي هنا في عربيته، وبيضطر سانجي هنا يديها حقنة علشان تهدى وتنام. وبيوصل ابو روبي هنا البلد وبيقول للمساعد بتاعه في المحطة لو انا ما كلمتكش بعد ساعات انت عارف هتعمل ايه. وبيروح ابو روبي هنا يركب عربيته، ومساعده ساعتها بيروح يركب تاكسي، وبيكون راج هنا بينادي عليه ان هو يفسحه في المدينة. وركب مساعد ابو روبي هنا التاكسي، وقال له المساعد خد بالك من الطريق يا جانا، لانه كان بيكلم كتير قوي وما كانش مركز في السواقه. وبيفتكر راش ان هو قتل جانا واخد لبسه والتاكسي وعمل نفسه هنا سواق، وقام قتل ساعتها مساعد جوديب هنا واخد الشنطه اللي معاه. فبيوصل ابو روبي هنا وبيروح لبنته وبيلاقيها نايمه من الحقنه اللي هي خدتها، وقال له سانجي ان هي هتفوق في اي لحظه. فبيقول له ابوها ان بيري بنت محي الدين كمال قويه جدا وهتعدي اي ازمه، وده بيكون اسم روبي الحقيقي. وبياخدوا سانجي علشان يقوم هنا بمهمته لحد ما روبي تفوق. وبيروح هنا راج على بيت الدكتوره ليلي ودخل بيتها وقال لها اسمي راج بس ده مش اسمي الحقيقي ولا حتى ده شعري، وتجيبي الملف هنا المريضه بيري اللي هي روبي والا هقتلك. وفي البيت بيكون ابو روبي هنا بيسجل وبيقول ان اسمه الحقيقي محي الدين كمال الرئيس التنفيذي لبنك مشهور قوي، والبنك ده اتقفل من فتره علشان كانوا شغالين في غسيل الاموال، وارباح البنك كانت من الارهاب والمخدرات والاسلحه، وكانت مهمه هنا محي الدين تبييض الاموال. واتصل راج على زوج بيري الحقيقي وقال له انا معايا المستندات ومكان الطفل. وبيكمل محي الدين هنا كلامه وقال له ان هو من اسره فقيره واتجوز ام بيري. وبنيجي مع مشهد روبي هنا فايق من النوم وبتقول انا مين، وبتوصل الشرطه هنا لبيت الدكتوره وبيلاقوا جثتها، وبيشوفوا في الكاميرات ان روش هو اللي قتلها. وخلص هنا كمال الدين تسجيله وادى كل المعلومات لسانجي عن البنك. وبيسال محي الدين هنا سانجي هيمشوا لامريكا امتى، فقال له سانجي طالما انت جيت هنا هنسافر على طول. فبيقول له محي الدين تعالوا هنا علشان نشوف بيري اكيد صحيت. وبيروح على الاوضه هنا ولقوها بتشنق نفسها وبيلحقوها بسرعه، وبيعيط ابوها عليها هنا وبيسمعوا ساعتها ضرب نار، وبيكون راج هنا بيقتل الحراس. فبياخد سانجي هنا كمال الدين علشان يهربوا، لكن هو مش عايز يمشي من غير بنته. فقال له سانجي ان هي مع قبال، وافتكرت روبي هنا ذكرياتها وشكل ابنها الحقيقي. وبيقتل راج كل اللي في البيت حتى ابو سانجي وامه واخته وقبال. وبتجري روبي هنا تلحق قبال من الموت، وقالت لها بيري ان هي افتكرت كل حاجه بس قبال ساعتها بتموت. وبيركب كمال الدين هنا بس بيرفض ان هو يتحرك الا ومعاه بنته. وبيطلع من العربيه وبيضرب راش هنا على صدره بالنار، وقال له راش اخواتك بيسلموا عليك، انت بقى عايز تقول لهم حاجه قبل ما تموت؟ فقال له كمال الدين روح لجهنم انت واللي زيك. فقال له راش هتروح لها انت قبلنا، بس بتيجي بيري هنا وبتقول له ايه رايك تروح انت الاول. فقال لها راج هنا لو قتلتيني مش هتعرفي مكان ابنك فين. فابوها قال لها ان هو كذاب وانت هتلاقي ورقه دلوقتي بعنوان ابنك في شنطتك. فقتلوا راش في دماغه، وضرب سانجي هنا على راج هنا نار هو وبيري وقتلوه. وروبي ساعتها بتفتكر هنا ذكرياتها وان هو اتخانق هنا مع مراته في يوم، وفي اليوم ده مراته قتلت نفسها. وبعد كده بيري هنا اتجوزت واحد كان اسمه مالك. وبعد كده بعتت بيري هنا صوره لابنها لابوها وهو لابس هنا ستره ناسفه لانها كرهت ابوها قوي وعايزه تنتقم منه، لانه السبب ان امها تنتحر وتوريه ان كان بيساعد الجاهدين والاطفال على كده. فاتصل ساعتها من المخابرات علشان يقتلوا مالك، وان هو اتفق مع الحكومه ان حياه المجاهدين مقابل حياه جديده ليه ولبنته. وفي اليوم ده كانت بتهرب روبي هنا مع ابنها لانه كان في ضرب نار هنا على مالك لما جت هنا الشرطه، بس ساعتها هربوا بالعربيه واتقلبت العربيه ونجت هي وابنها لان كانت عربيه مصفحه. وبتوصل بيري هنا لعنوان بيت العيله اللي اتبنوا هنا ابنها فيه، بس البواب قال لهم ان هو راح مع عيلته حديقه الحيوان. وراحت روبي هنا لقت ابنها وجوزها مالك كمان، فجرت روبي هنا على جوزها وحضنته. فاتضايق ساعتها سانجي وبدا هنا يتخانق مع مالك وقطع هدوم مالك، وكان سانجي هنا مقلت وشم مالك. وبيقدر مالك هنا يهزم سانجي
سانجي وعلقوه. وقالت له بيري ان سانجي واهله عملوا عليها تجارب، ولما افتكرت كل حاجه جيت عليه علشان عارفه ان ابنهم هيكون معاه. فقال لها مالك لاني قريت هنا ملفك، وطلب مالك هنا من بيري تقتل سانجي بالمسدس. فرفضت ساعتها بيري وقالت له هنا انا عايزاكم ترموه من الجبل علشان يتعذب قبل ما يموت، وبتديه هنا بالرجل في دماغه، وبتقول لمالك انهم يتحركوا من هنا عشان ممكن يكونوا متراقبين او الشرطه هنا تحدد موقعهم ولازم يتحركوا من المكان ده. وقبل ما بيمشي مالك هنا بيقتل الراجل والست اللي اتبنوا ابنه، وبتركب بيري العربيه مع مالك وابنها هنا، وبتسوق العربيه بسرعه وبتقف مره واحده. فبيتقلب زوجها هنا مالك وبيكسر ازاز العربيه وبتخبطه بالعربيه، وبيجي مشهد وهي بتدي سانجي هنا سكينه بعد ما ضربته هنا برجليها، وبتنزل روبي هنا وبتخنق مالك هنا برجليها وبتخلص عليه لانه كان بيضرب ابنها، وخايفه ساعتها لا يطلع ابنها ارهابي. وبيخلص سانجي على رجاله مالك بالسكينه، وبتروح بيري هنا عند سانجي وبتاخده بالعربيه، وبياخدها سانجي هي وابنها المكتب رئيسه. وبتسال بيري هنا رئيس لان سانجي كان ظابط وليه عمل كل ده وايه نتيجته بالظبط. فقال لها بفضلك قدروا هنا يقبضوا على المجاهدين، وبفضل ابوكي قدرنا نقبض هنا على خلايا ارهابيه، والبلد كلها بتشكرها وبتشكر ابوها. وبيقول لها الرئيس اختاري اي مكان عايزه تروحيه وانا اعمل لك اسم جديد وكمان باسبور. وبيعرض عليها هنا تتجوز سانجي، وبياخدها ابنها وبيمشي علشان يتكلموا. والرئيس وهو ماشي قال لبيري انت افتكرتي بس بسبب محاولتك في الانتحار. فقالت له بيري ايوه، علشان الدكتوره قالت ان كل حياتنا بتمر في اخر لحظات حياتنا وما كانش قدامي حل غير ده. وبتخرج بيري هنا بعد ما اتفقت مع سانجي لانه هو حبها قوي. ولحد هنا فيلمنا خلص. لو عجبكم الفيلم وتلخيصي ما تنسوش اللايك، لو لسه ما اشتركتش عندي في القناه اشترك وفعل الجرس علشان يوصلك كل جديد احنا بنقدمه، واللي جاي احلى واحلى. سلام.